فجأة ومن غير أي مقدمات شمعوا محلات بلبن كلها في مصر بعد ما كانت محققة نجاح كبير ومشغلة حوالي 25 ألف عامل وفاتحة بيوتهم. ومن ساعتها والدنيا مقلوبة على السبب الحقيقي ورا اللي حصل لسلسلة محلات بلبن. فلو عايزين تعرفوا ليه الحكومة قررت تقفل محلات بلبن ومين هو الدكتور مؤمن عادل صاحبها وإزاي قدر يتحول لملياردير ووحود صناعة الحلويات في مصر وكمان دول الخليج وإيه حوار خناقه مع حلويات العبد، تابعوا بقى معانا الفيديو ده للنهاية. بداية سلسلة محلات بلبن كانت من 6 سنين تحديداً في 2018 لما تم افتتاح أول فرع ليها في مدينة نصر، والمحل بدأ صغير قوي وبقى في أقل من سنتين سلسلة محلات منتشرة في كل حتة في القاهرة والمحافظات. كانت الفكرة بسيطة وعبارة عن حلويات شرقي بس بشكل عصري وتقديم كمان مختلف. الناس كانت بتموت في البسبوسة بتاعتهم والكنافة وكانت كل حاجة مظبوطة، الديكور والخدمة والنظافة، والأهم كمان من كل ده الطعم اللي ما كانش له مثيل. بس فجأة كده زي ما بيقولوا مفيش حاجة بتفضل على حالها. البراند اللي كان بيكسر الدنيا وصل ل 71 فرع في مصر و26 في السعودية و12 في الإمارات، ده غير كرم الشام اللي وصل ل 33 فرع في مصر، وكمان سلسلة محلات كنافة وبسبوسة اللي وصل عددهم ل 18 فرع في مصر كلها. تم إصدار قرارات بالرقابة عليهم ومتابعتهم وطلع ضدهم أوامر بالإغلاق والتشميع. أسباب غلق محلات بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة ووهمي وكمان عم شلتت هو ظهور حالات تسمم غذائي متكررة في مصر وكمان في السعودية، وده اللي خلى الجهات المختصة تروح تفتش على مستوى النظافة، واكتشفوا هناك وجود بكتيريا في مجموعة من المنتجات بسبب تخزين المنتجات بطريقة غلط، وده غير وجود كمان ألوان محظورة دولياً ومواد حافظة، ودي طبعاً الأسباب المباشرة. لكن المفاجأة الكبيرة تعرفوها لو كملتوا بس معانا الفيديو ده للآخر. بعد ما أعرفكم مين هو صاحب محلات بلبن، الدكتور مؤمن عادل يعتبر هو الملك الحقيقي لمحلات بلبن وبيملك غيرها فروع كرم الشام وكمان بهيج ووهمي وعم شلتت. هو طبيب بيطري مع الجنسية المصرية وبيتقال إنه سوري. بدأ حياته بمحل صغير، ساب الطب واتفرغ لإدارة مشروعه. كانت حالته المادية تعبانة بس تحول لحوت كبير بسبب المحلات دي. بعد ما كان عايش في شقة صغيرة ما يرضاش عامل من العمال اللي شغالين عنده إنه يسكن فيها، ده حسب كلامه هو. الثراء الفاحش اللي أصبح فيه الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن واللي خلاه ملياردير ومن أكبر رجال أعمال مصر. السنين الأخيرة خلى العين مركزة معاه، وفي كلام منتشر إن كمية الفروع الغير طبيعية دي لا يمكن تكون من مكاسب المحلات لأنها معمولة في أهم وأرقى أماكن في مصر، وإن مؤمن عادل هو مجرد فيترينا وواجهة لتجارة غير مشروعة وفيها كمان شبهات غسيل أموال، بس لحد دلوقتي الكلام ده مش مؤكد. وطبعا اللي زود الطين بلة هو إن محلات بلبن دخلت في حرب جامدة قوي مع أصحاب محلات العبد للحلويات بعد ما سلسلة بلبن عملت إعلان تريقوا فيه على صاحب ومؤسس محلات العبد المرحوم أحمد عبد الرحيم العبد. من ساعتها ودخلت بلبن في أزمات انتهت بتشميعها وبداية تسريح 25 ألف عامل شغالين فيها. المصريين كانوا بيحبوا منتجات بلبن بسبب أسمائها الغريبة واللي منها المنجوجة وكمان أمبلي والمنبوذة. وبعد إغلاق محلات بلبن راحوا قالشين على اللي حصل وقالوا دلوقتي بلبن هيطلع المتشمعة. وفي النهاية تفتكروا هيكون إيه مصير بلبن الفترة اللي جاية؟